الأطلسي. نعم أسد. المغربية فاطمة الزهراء الإدريسي تتوج كبطلة للعالم وتمنح المملكة المغربية أول ميدالية ذهبية في بطولة العالم للبارة ألعاب القوى باريس 2023 في سباق 1500 متر فئة تي 12. Watch the race. Misses. Wow. Wow, I wouldn't expect her to miss. Not getting out from there with the two reds and the 8 ball, how it was. صحوة مغربية كبيرة في جميع الميادين وخصوصا في الميدان الرياضي، فهنيئا لنا كمغاربة وكمغربيات بأبناء هذا الوطن. Kills it in, very good. What a shot, mate. Wow, unbelievable. Mariam Alami is just flying. Pulling shots out of it. She is just unbelievable. Well, this is an amazing result. Morocco knockout. I think you would see Sandra Bryan move so quickly. No. Definitely not, no. It was great to see, and great to hear from Megan Randall there. All the girls really embracing it. And they've also made a ball off the break as well. There is a great atmosphere out there. The Moroccan ladies have really been bringing the heat all week, really. We saw them on the first night, but we have heard them for the rest of the week out in the main arena, haven't we? They've been relentless, and it's been great to hear, actually. This is Mariam Alami at the table, and she's flying. What 30-second shot clock? Yeah. ونقول هنيئا للمنتخب الوطني المغربي النسوي الذي احتل المركز الثاني لبطولة العالم للبلياردو 2023. والذهب للذهب والذهب للمغاربة. هنا نقولوا ألف مبروك للبطل المغربي عبد الرحمن الشرفي اللي توج كبطل إفريقيا على حساب الجنوب إفريقي جيري. الدراري فريمون جنوب افريقيا فرقه اللي فريمون مقشقيجي كما قالوا الدراري، باغيين يربحوا بزز، باغيين يديروا الماكسيموم باش يربحوا. دونك هذا الماتش هذا قاصح عند المنتخب المغربي، دونك اون اسبيغ ان شاء الله. يلا اخي عبد الرحمن يلا. دونك عبد الرحمن الشرفي غادي يلعب في
الصور التي تشاهدون أمامكم هي الأغلب ديالها للأبطال المغاربة الذين فازوا في بطولة العرب بالجزائر. إخواني أخواتي، وصلت نهاية الفيديو، نتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا به. ما تنساوش البارتاج وخليو لنا التعاليق ديالكم والآراء ديالكم، واللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى فيديوهات قادمة بحول الله. السلام عليكم.